'67 بقى احنا اتحرمنا. كانت امل وهبه وحنان كانوا صغيرين عننا انا وهاله، فيعني هما ايه، كانت الحياه لهو بالنسبه لهم، انما انا وهاله استطعمنا بلد اسمها بورسعيد. يعني كانت متعه الحياه هي بورسعيد دي. احنا كنا نروح نأجر عجل من راجل اسمه عم حسين، فناخد العجله نبيتها معانا بالثلاث ايام، واحنا مدينه عن كل عجله تعريفه، فالراجل يجي لبابا تاني يعني تاني يوم ما يلاقوهوش لان ابويا مع اصحابه، فيقول له هات العجل، نقول له لا، ونروح قافلين الباب في وشه فما يفتحش بقه. كان في راجل اسمه شعنينو بيعدي الصبح بعجله، كان راجل كبير ويعني دقنه محلوقه بس منبته ابيض وشعره ابيض، فكان شبه الملايكه كده في الافلام والحاجات، كنا نحبه جدا. وكان دمه زي الشربات، كان يجيب بضاعه جايه من غزه يبيعها على الشط، الناس تقول له شعنينو يقف. شعنينو ده كان بالنسبه لنا شخصيه اسطوريه. الراجل اللي كان بيجي الساعة 7 يقول لبن لبن، فنقف من البلكونة نفتحها الشبابيك ونشتري منه اللبن. يعني لقينا ابويا وامنا بيعتمدوا علينا في حاجات ما بيعتمدوش علينا، ما هياش موجودة في الجيزة. يعني انت على الشط مباشرة، وكباين صغيرة ممتعة وتنزل تروح. وكان هو ما يخافش علينا بورسعيد، لأن يقول لك مهما تمشي جوه البحر مش غويط، البحر يجي لك لحد ركبك مهما مشيت، فيقول لك انا ضامن العيال مش هتغرق. واهل بورسعيد ليهم لكنه تخليك تتمتع بالدنيا وتبقى قاعد يعني تبقى قاعد في مسرح كبير اسمه بورسعيد. يعني في نماذج من بورسعيد عايزين نتكلم عليها، منها الرئيس أموح الله يرحمه ويحسن اليه. شيء انت بتروح يعني تتسلح بكميه من السعاده والبهجه والفرفشه وخفه الدم. ممكن لو رحت عشت في صحراء يبقى الشوية دول يكفوك مثلا بقية السنة عشان تواجه يعني تقل دم الحياة في أي مكان في الدنيا. احنا اتحرمنا من بورسعيد دي فبقت مأساة. وبعدين احنا كنا نمشي في أي حد وأي حد يقابلنا نشتمه. كنا نلعب كورة، الكورة مرة راحت في بلكونة واحد. احنا عندنا مفيش جناين، عندنا رملة. في حتة اسمها المعمورة بورسعيد كان بيقعد فيها عم إحسان عبد القدوس ويوسف السباعي، وكان في بور فؤاد كان يقعد عم موسى صبري. فاحنا كنا نبص للناس دي على انها يعني دول اغنياء. يعني الناس دول قاعدين في الفلل اللي شكلها مرعب دي ازاي. في مره بنلعب كوره انا وهاله، فشوطنا الكوره دخلت في بيت واحد، ما رضاش يجيب الكوره. قلنا له هات الكوره يا عم، قال لا مفيش كوره. قلت له هات الكوره، بقول لك احنا بقى في السن ديت مفيش 5 سنين، فما جابش الكوره. فسمع ما لذ وطب، بحيث ان انا اللي انا مندهش له ان بقيه الكبائن بقت فرحانه. يعني ساكني الكبائن الاخرى بقت في قمه السعاده. طبعا الراجل ده سمع شتيمه ما سمعهاش، في الراجل ده كان عجوز ما سمعهاش في رحله الحياه غير مني انا، مفيش 5. المهم احنا روحنا بقى انا وهلا منهزمين منكسرين، ما خدناش الكوره. فبقى قال يا ولاد ديك تعالوا هنا، انتوا كنتوا فين؟ قلنا له كنا فين ايه؟ قالوا انتوا لعبتوا كوره في حته؟ قلت له اه. قال لعبتوا فين؟ قلت له في البتاع الحلوه اللي هناك دي. قال لي يا ابني انت مش عارف انت عملت ايه؟ قلت له عملت ايه يا بابا؟ قال لي خش جوه، اوعى تخطع تهوب بره تاني. فدخلت انا وهاله مرعوبين، انا قلت احنا شتمنا عبد الناصر. المهم ابويا راح وجه جاب الكوره، بس جه شاخخ على روح من الضحك. اتاري ده حماد بيه اللي بيقول لأي حاجة في الفن أو لأ، اللي الناس كلها ميتة من الرعب منه. فقالوا له ده عيالك فرجوا بورسعيد، يعني فرجوا البورسعيدية كلهم على حماد بيه.
حماد بيه ده اللي ما بيمشي في مكان المكان بيرتعش بجماده بحجره ببشره بكله بيرتعش. فابويا نده لي بعد ما رجع، قال لي انت هتروح تقول للراجل ده انا متاسف؟ قلت له مين ده يا بابا؟ قال لي بس تعالى ده واحد صاحبي. خدني ابويا من ايدي ورحنا. قلت له يا حماد بيه انا اسف. فقلت له يا عم محمد بيه انا اسف. قال لي والله اسف بعد ايه؟ بعد ما فضحتي بقى في بورسعيد. قال لي تعالى، وجاب ابويا عملوا لنا كوبايه شاي. قال له يا سعداني، انا بعد ما الواد ده شتمني هو واخته ومشوا، فانا قلت لهم الواد ده مين؟ قالوا لي ده ابن محمود السعداني. قلت لهم ده ابن حلال مصفي. قال لهم والله العظيم انا قلت اكيد السعداني جابوا بورسعيد، لان الانتاج ده لا يمكن يخرج عن السعداني باي شكل من الاشكال. فبورسعيد احنا كنا عايشين فيها عيشه، يعني انا كنت اروح بالليل بقى في سهراتهم انا وهلا نتسحب كده وجايبين الكرسيين بتوع البلاج اللعب دول ونقعد نتفرج. احنا كنا فاهمين احسان عبد القدوس ده ممثل اجنبي، يعني فاهمين ان ده ممثل اجنبي وجاي صيف في بورسعيد، فكنا بنتفرج لان في واحد شبهه في السيما. يعني كانت المتعه متعدده ومن جميع الجهات. ولما تشوف يوسف السباعي ده ولا يوسف ادريس، يعني كانك شفت حاجه جايه من كوكب اخر. يعني ده مش ممكن يكونوا بشر زينا، مش شكلنا، يعني حاجات مش، يعني احنا برضو شعرنا اسود وعينينا اسود، انما دي حاجات ملونه. ايه الحاجات الملونه الحلوه دي؟ فالناس دي كانت مصدر بهجه لانها بتجتمع في بورسعيد. فهذا المجمع الجميل اللي كان بيلم باقة ورد مصر بأكملها في الصيف اتحرمنا منه. فبقت هنا دي الأثر السيء بتاع 67.